التعليم مش كل حاجة، والشهرة خير من ألف شهادة. فنانين ومشاهير مش مكملين تعليمهم. أولهم مثلا الفنان أحمد رزق، كان في معهد فنون مسرحية، لكن بسبب انشغاله بالتمثيل وغيابه الكتير انفصل من المعهد. وفي لقاء مع الفنان أحمد السعدني اتكلم عن رفضه من المعهد وقال: كانت فترة عصيبة جدا، لأن ما بقاش في سبب يخلي أبويا يصرف عليا إقامة ومصاريف في القاهرة، وعلشان كده خد قرار إنه يرجع اسكندرية. لكن لحسن حظه جاله بطولة في فيلم ثقافي اللي كان وش السعد عليه حرفيا، ومن بعديها انطلق وكمل حياته بالثانوية العامة. إما تاني حد معانا فهي الفنانة يسرا، اللي اتولدت في أسرة مفككة، عاشت طفولة صعبة وشافت والدها لأول مرة وهي عندها 5 سنين، وخدها يربيها وكان بيضربها، وعاشت معاه أصعب 7 سنين وحرمها كمان من التعليم. واللي نفعها إنها كان صوتها حلو، فاتسجلت في نقابة الموسيقيين، وما كانش معاها غير الثانوية العامة وبس، واتجهت بعدها للتمثيل على طول. ولكن الجامعة الأمريكية ادت ليسرى الدكتوراه الفخرية سنة 2016. أما الفنان محمد الشرنوبي ابن الملحن فاروق الشرنوبي، عاش في أسرة مفككة برضه بعد انفصال أبوه وأمه، وقال لما كان بيروح لمامته كان بيبقى ملتزم، لكن مع أبوه كان بيسهر ويعمل اللي هو عايزه. وكان بيحب التمثيل، وخد أول دور ليه في مسلسل طائر التمساح سنة 2008، وأكد إنه ما كملش تعليمه، وقال إن مفيش حاجة تعبني، إن معايا إعدادية وبس، وده بسبب ظروف أسرية مريت بيها. أما محمد رمضان نمبر 1 في كل حاجة إلا التعليم، كان كل هدفه إنه يمثل، ولما قدم في معهد فنون مسرحية اترفض، فبدأ مع مسرح الدولة وشارك في مسرحية قاعدين ليه، اللي نقلته بعد كده في دور أكبر في مسلسل أولاد الشوارع. ومن بعدها كترت أعماله، ويمكن فشله في التعليم ما أثرش على نجوميته خالص، والدليل إن أجره وصل ل40 مليون في المسلسل الواحد، وهو دلوقتي معاه ثانوية بعد ما ساب معهد الفنون المسرحية وما كملش فيه أصلا. وكمان الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي من أكتر الفنانات اللي دايما بتقع في فخ تصريحاتها وتصرفاتها اللي غير مسؤولة، وده يمكن بسبب إنها ما كملتش تعليمها. حكت إنها ما كانتش شاطرة وكانت بتهرب من المدرسة عشان كرهها لمادة الحساب، ولحد دلوقتي فاشلة في الحسابات برغم الملايين اللي معاها. وكمان حكت إنها كانت بتهرب من المدرسة بعد الزلزال اللي حصل في أول التسعينات، لأنها كانت بتخاف إن المدرسة تقع عليها، فكانت بتهرب وبتتمشى في شوارع خان الخليلي، وما كانتش مركزة غير في حلم الغنى وبس. شيرين اتعلمت لحد أولى إعدادي، لكن مؤهلها الحالي ابتدائي. برضو الفنانة أصالة رغم موهبتها الكبيرة في الغنى والمزيكا، لكن مين يصدق إنها ما درستش مزيكا خالص، اتعلمت على إيد أبوها الفنان والملحن مصطفى نصري، وبسبب انشغالها بحلمها ما قدرتش تكمل دراستها وخرجت من التعليم بعد الثانوية العامة. أما منة شلبي كرهت التعليم من وهي صغيرة بسبب التنمر اللي كانت بتتعرض له، علشان والدتها كانت رقاصة، وكانت كل يوم ترجع من المدرسة عياط عياط لحد ما جبرت أمها تعتزل عن الرقص. دخلت معهد الفنون المسرحية، لكن بسبب غيابها الكتير انفصلت من المعهد، وشهادتها الحالية ثانوية عامة. أما الفنانة علا غانم اتولدت في الكويت، وبعد الثانوية رجعت مع أسرتها وعاشت في اسكندرية. دخلت كلية فنون جميلة وبدأت تشتغل في الإعلانات وهي عندها 17 سنة، وحبها للفن خلاها تحول لمعهد فنون مسرحية، لكن ما كملتش دراستها ولا في المعهد ولا في الكلية، وقررت تبدأ حياتها العملية بدري واكتفت بالثانوية العامة. وكمان الفنانة حلا شيحة، وهي بنت الفنان التشكيلي أحمد شيحة اللي كان مدلع بناته على الآخر، وبعد الثانوية قررت تدخل معهد فنون مسرحية، ومن أول سنة بدأت يجيلها عروض، وخدت بطولة فيلم ليه خلتني أحبك، ومن بعدها انطلقت، وده خلاها تأثر في المعهد، وكانت بتغيب كتير لحد ما انفصلت، ودلوقتي معاها ثانوية عامة وبس. وأخيرا عمرو دياب الهضبة برضو دخل معهد الموسيقى العربية، ولكن ما كملش فيه بسبب شهرته وقتها، واكتفى بمؤهله الحالي
اللي هو الثانوية العامة. والله الثانوية العامة دي فاتحة بيوت كتير.